اهلا بيكم. يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون بسيط وسريع، هيكون عن كروشيه المثلث بطريقه بسيطه جدا وسهله. يلا بينا نشوف الادوات والطريقه. الادوات بتاعتنا هتكون ابره رقم 4. انا هنا هشتغل بالكوتون جولد للشرح، وهستخدم رقم الخيط 514. دي عينة المثلث عشان تشوفوا الشكل هيطلع عليه. راس المثلث وقاعدة المثلث ده الشكل اللي هنطلعه النهاردة في الفيديو. انا هنا هشتغل دي الابرة بتاعتي، عقدة البداية اي طريقة انتوا حابينها، وهسيب لكم الاي فوق الدروس الاساسية وتحت في صندوق الوصف. هشتغل سلسلتين وده الاساس بتاعي. هنا انا ممكن اشتغل على ده اي غرزة انا عايزاه، ان انا الف الخيط وابتدي اشتغل في الغرزة رقم 2 اي غرزة انا عايزاه، بس هشتغل غرزتين فقط لا غير، مش اكتر من كده، يعني غرزتين بس مش اكتر. لكن انا هنا عشان اخلي الشغل مفهوش فراغات، ممكن ان انا اعمل ارتفاع الغرزة اللي انا هشتغل بيها. انا هنا هشرح لكم على عمود بلفة، ممكن ان انا اعمل 3 سلاسل، وممكن ان انا اعمل سلسلتين علشان ما يبقاش فيه فراغ كبير قوي. وممكن ان انا اشتغل زي ما هو بيقول لي قبل كده، ان انا الف الخيط على الابرة ويجي في الغرزة التانية واعمل غرزتين اللي انا هشتغل بيهم. انا هنا هشرح بعمود بلفة، الف الخيط واسحب من 2، الف الخيط واسحب من 2، والف الخيط مرة تانية واشتغل في نفس المكان غرزة عمود بلفة تانية. هيبقى عندي المثلث الصغير خالص ده. هنا السلسلة اللي انا خدتها زيادة هي بس مجرد انها بتظبط لي الشكل، ما تخليش فيه فراغات. ممكن للمبتدئات يحطوا علامات غرز بحيث يبقوا عارفين، بس هنا اعتقد مش هتحتاجوه دلوقتي، يعني في اول سطر، ممكن بعد كده علشان تعلموا بيه اول واخر غرزة. ده السطر الاول خلص، عملنا 3 سلاسل ارتفاع الغرزة بتاعنا اللي هو على عمود بلفة. هلف الخيط على الابرة، وفي نفس الغرزة الاولانية اللي انا ارتفعت فيها هعمل غرزة عمود بلفة تانية بالشكل ده كده. هلف الخيط على الابرة، وفي الغرزة رقم 2 دي هشتغل غرزتين عمود بلفة. يبقى هنا انا ابتديت بغرزتين في السطر الاول. السطر التاني بقى عندي 4 غرز. هنا هنبتدي السطر التالت، هرتفع 3 سلاسل اللي هو ارتفاع الغرزة. هلف الخيط على الابرة. هنا انا عندي 4 غرز، هشتغل في اول غرزة تزايد اللي هو بعمل غرزتين في نفس المكان، وهشتغل تزايد في اخر غرزة اللي هو تزايد في نفس المكان. انا هعمل هنا هخش في اول واحدة هعمل غرزة عمود بلفة، يبقى هنا عندي 2 غرزة في نفس المكان. بعد كده هشتغل غرزتين فردي عمود بلفة لغاية ما اوصل لاخر غرزة. بالشكل ده كده. اخر غرزة طبعا هتكون هي السلسلة رقم 3 من السطر الثاني اللي هي الارتفاع. هلف الخيط وهندخل فيها ونعمل غرزتين عمود بلفة لاخر غرزة دخلنا فيها بالشكل ده كده. هنعمل فيها غرزتين عمود بلفة. عملنا اول واحدة هندخل فيها. لو انتوا ايديكوا ضيقة في الشغل، افضل ان انتوا تعلموا السلسلة رقم 3 وانتوا بتشتغلوا، تحطوا فيها ستيتش ماركر، بحيث لما تيجي تخشوا بالابرة في السطر الجديد يبقى الموضوع اسهل شوية، بدل ما تقعدوا تضغطوا على الابرة علشان تدخل في الغرزة. هنبتدي نكرر السطر رقم 3 على عدد السطور اللي احنا حابينها او عايزينها، اللي هو نمرن ايدينا عليها بحيث ارتفاع الغرزة
واعمل غرزة كمان اللي هو عمود بلفة، وبعدين هشتغل فردي لغاية اخر غرزة اللي هي دي، ان انا اشتغل فيها غرزتين من نفس الغرزة اللي انا بتمرن بيها. انا هنا بشتغل لكم عمود بلفة لسهولة الشرح، انتوا تقدروا تنفذوها على الحشو، العمود بلفتين، العمود ب3 لفات، النص عمود، وهكذا، لان هي اساس لكل الغرز. الطريقة واحدة لكن الغرز مختلفة، في بيحبوا الغرز الضيقة فيشتغلوا بالحشو، بس طبعا ارتفاع الغرزة والقطعة نفسها هيختلف من غرزة للتانية، علشان المبتدئات يكونوا بس حاطين في بالهم النقطة دي، علشان ما يفتكروش ان كل الغرز هتلاقي نفس القطر، نفس المسافة، نفس المساحة، الحاجات دي كلها عشان ما يتلخبطوش. انا هنا وصلت للاخر في الغرزة الثالثة، هشتغل غرزتين عمود بلفة. وطبعا سماكة الخيط هتفرق برضو في فكرة الشغل بتاعنا. بمعنى انا هنا كنت مشتغلة بالاليس بيركم، طبعا انتوا شايفين واضحين الفرق ما بينهم، فبرضو سمك الخيط ورقم الابرة بيفرقوا في الحاجة اللي احنا بنشتغلها. هنا السطر رقم 4 هيبقى 8، يعني هنا 2 4 6 8، يعني هنا احنا كل سطر بنزود غرزتين. انا هعمل معاكم السطر رقم 5، وهي كده كده الفكرة وضحت اعتقد، ويا رب تكون الشرح كان بسيط وسهل وواضح. هنا انا عملت غرزتين في اول غرزة، هشتغل فردي، ادي واحدة، ادي التانية، وهفضل اكمل كده لغاية اخر غرزة، هي الوحيدة بس اللي انا هعمل فيها غرزتين. يعني في النص انا مش هعمل غرزتين فوق اي غرزة تانية خالص، انا هعمل اول السطر واخر السطر، اول غرزة واخر غرزة. والطريقة دي بتبقى حلوة جدا في الشيلان. هتلاقوا يعني اشكال كتير قوي هنعرفها قريب وفي فيديوهات تانية قريبة، بحيث ان احنا هنتمرن على دي ونتمرن على الطرق التانية للاساسيات، لان في اساسيات كتيرة جدا للكروشيه ما نقدرش نجمعها في فيديو او 2 أو 3، فانا بحاول اقسمها لكم على قد ما اقدر فيديوهات قصيرة، ولو مش قصيرة تبقى بطريقة بسيطة ويعني ايه مفهومة لأي حد يقدر يسمع ويفهم الشرح ويشتغل نفس الفكرة. هنا فاضل غرزة كمان، انا هنا عملت لكم غرزة وهعمل التانية في اخر السطر اللي هو التزايد، حتى عشان تعرفوا ان شغلكم مظبوط. هتلاقي ان التزايد 2 بيضموا على بعض في نفس الغرزة، هنا او هنا. احنا هنا بنعمل اول سطر واخر السطر، اول السطر واخر السطر، اول السطر واخر السطر، وده كده شكلها بعد ما شطبتها. هي طبعا نفس الشكل بتاع دي، بس طبعا السماكة بتاعت الخيط هي اللي بتختلف. اتمنى يكون الدرس كان شرحه بسيط وسهل وسريع. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد بنزله. اشوفكم الفيديو الجاي.